حلقة جديدة من قناة تحليلك كان إيه بعنوان فيتامين دي من الشمس للمعمل. وقبل ما نتكلم في الحلقة اعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة. يلا نبدأ الحلقة بتاعتنا. فيتامين دي، ايه قصة الفيتامين ده؟ وقت اكتشافه كان الفيتامين رقم 4 في ترتيبه بين الفيتامينات التانية، فأخد حرف الدي باعتبار إن ده رابع حرف، ومن هنا سموه فيتامين دي. وكمان لما هم اكتشفوه كان كمادة لها القدرة على علاج الكساح. المصدر الرئيسي لفيتامين دي لجسمك هو أشعة الشمس، وبتمثل حوالي 80% من احتياجك اليومي من فيتامين دي. أما بالنسبة لمصادر الأكل اللي فيها فيتامين دي، لو أنت عايز تعتمد على مصادر الأكل فدي مصادر سنوية مش هتديك الاحتياج الكامل من فيتامين دي. عشان كده احنا محتاجين يوميا نتعرض للشمس عشان ناخد فيتامين دي. لذلك احنا محتاجين مستوى طبيعي من فيتامين دي في الجسم علشان نحافظ على مستوى الكالسيوم والفوسفورس في الجسم في المستوى الطبيعي لهم. ومادام قلنا كالسيوم وفوسفورس يبقى احنا بنتكلم في صحة العظام. إذا فيتامين دي مهم لصحة العظام. كمان فيتامين دي بيأثر على مناعة الجسم. كمان في علاقة قوية بين فيتامين دي وبين خطر حدوث أمراض القلب وحدوث الكانسر. لذلك مهم إن أنت تحافظ على مستوى فيتامين دي في المستوى الطبيعي له في الجسم. ميتابوليزم فيتامين دي. كلمة ميتابوليزم معناها تفاعلات كيميائية بتتم داخل جسم الإنسان. أما فيتامين دي فهو كمادة داخلة لجسم الإنسان بيحصل لها تفاعلات كيميائية. فميتابوليزم فيتامين دي بيحصل في مكانين داخل جسم الإنسان وبينتج عنه مادتين. أول مكان هو الكبد، وبيبتدي هنا فيتامين دي اللي جه من الشمس ودخل لجلد الإنسان هيبتدي يتحول لمادة اسمها 25 هيدروكسي فيتامين دي. المادة دي تعتبر أول ميتابولايت لفيتامين دي. بعد كده في عضو الكلى هيبتدي يتحول 25 هيدروكسي فيتامين دي لمادة اسمها 51 داي هيدروكسي فيتامين دي، ودي تاني ميتابولايت لفيتامين دي. وهنا الميتابولايتس دول بيمشوا في الدم في جسم الإنسان، وسواء أول ميتابولايت أو تاني ميتابولايت الاتنين لما بيمشوا في الدم بيكونوا يا إما مرتبطين ببروتينات فيسمى بوند تو بروتين، يا إما بيكونوا ماشيين بشكل فري، شكل مش مرتبط ببروتينات ويسمى فري فورم. فيتامين دي في المعمل. احنا في المعمل مش بنحلل مستوى فيتامين دي نفسه اللي هو اللي داخل من الشمس لجسم الإنسان. احنا بنحلل الميتابولايت بتاعة فيتامين دي اللي هي 25 هيدروكسي فيتامين دي و51 داي هيدروكسي فيتامين دي. ولان احنا لما بنروح نحلل مش بنحلل الاتنين مادتين دول، احنا بنختار واحد منهم. فعشان كده محتاجين نعرف ايه افضل واحد منهم عشان يقيم مستوى فيتامين دي في جسم الانسان. وعشان كده 25 هيدروكسي فيتامين دي اللي هو 25 OHD تيست يعتبر افضل تحليل عشان يقيم مستوى فيتامين دي في الجسم. طب ليه انا ما اخدتش التاني اللي هو اسمه 51 داي هيدروكسي فيتامين دي؟ قالك علشان المادة دي مستواها بيتأثر بهرمون البي تي اتش ومستوى الفوسفورس ووظائف الكلى، فبالتالي مستواها مش هيعكس لي مستوى فيتامين دي الفعلي. فبالتالي كده انا عندي 25 OHD
يعتبر هو أفضل مؤشر لحالة فيتامين دي. وكمان أنا ممكن أقيسه بشكل فري 25 OHD تيست، ده في حالة لو نسبة البروتينات اللي هو بيرتبط بيها اتغيرت في الجسم، زي في حالات الحمل أو حالة الست لو بتاخد موانع الحمل. نفس فكرة تحاليل التوتال والفري، لما بنقول إن الشخص يحلل تحاليل الفري أحسن من التوتال علشان هي بتكون more accurate، علشان البروتينات بتغير النسب. تحليل 25 OHD تيست، احنا اتفقنا اننا هنحلل التحليل ده علشان نعرف مستوى فيتامين دي عندك عامل ازاي، وبرضو من نسبته دكتورك هيكتب لك الجرعة بتاعتك اللي هتاخدها من المكملات قد ايه. طيب هو امتى اروح احلله في المعمل؟ أول حاجة، لو بتعاني من الكساح أو هشاشة العظام أو عندك مشاكل في العظام، لأن احنا لسه قايلين إن في علاقة قوية بين فيتامين دي وبين صحة العظام. تاني حاجة، لو بتعاني من أمراض في الكبد أو أمراض في الكلى، لأن احنا لسه قايلين إن الكبد والكلى هم أعضاء بيحصل فيهم ميتابوليزم لفيتامين دي. تالت حاجة، لو بتعاني من هايبر باراثايروديزم. رابع حالة، في حالة لو كنتي حامل أو رضاعة، وفي حالات سنوية زي تساقط الشعر أو الضعف العام. ولكن حط في اعتبارك حاجة، إن مستوى فيتامين دي بيتبع حاجة اسمها seasonal variation، ودي معناها إن هو مستواه بيتغير على حسب الموسم اللي هو فيه على مدار السنة. بمعنى ان مستوى 25 OHD اللي هو نوع الميتابولايت من فيتامين دي بيكون في اعلى مستوياته في اواخر فصل الصيف، باعتبار ان فصل الصيف الشمس فيه بتكون قوية، وكمان بيكون في اقل مستوياته في اواخر فصل الشتاء، باعتبار ان فصل الشتاء بتكون الشمس فيه ضعيفة. فبالتالي هنا لما الشخص يجي يحلل، يفضل ان هو يحلل في نفس الموسم كل سنة. مستوى فيتامين دي والمكملات، لما بتحلل مستوى 25 OHD ويطلع أقل من 50 نانو مول بير لتر، يبقى كده انت عندك حاجة اسمها فيتامين دي deficiency، أو بالبلدي بتساوي النقص في مستوى فيتامين دي. طبعا انت محتاج ان انت ترفع مستوى الفيتامين ده ل 75 نانو مول بير لتر علشان تكون في السليم، وده مش هيتم الا لو انت بتاخد مكملات فيتامين دي. وقبل ما تاخد المكملات لازم تعرف المعلومات دي، ان احتياجك اليومي من فيتامين دي هو 600 ل 800 انترناشونال يونت. ان احنا الاتنين لو عندنا نفس مستوى النقص في مستوى فيتامين دي، مش معنى كده ان احنا لنا نفس الجرعة اليومية من مكملات فيتامين دي. على سبيل المثال، ممكن يكون واحد بياخد أدوية بتأثر على امتصاص فيتامين دي، فالدكتور بيوصف له مكمل بجرعة ضعف الجرعة المطلوبة من فيتامين دي، وفي شخص تاني مش بياخد أي أدوية فبياخد الجرعة المطلوبة فقط من فيتامين دي. إذا احنا الاتنين مش واحد لمجرد ان احنا عندنا نفس النقص من فيتامين دي. بعد المكملات، لازم تعرف ان مستوى فيتامين دي مش هيتحسن بين يوم وليلة، محتاج من 8 أسابيع لحد 12 أسبوع من المكملات علشان يتحسن. طيب هيحصل ايه لو انت زودت في المكملات؟ قبل ما نقول لو زودت في المكملات هيحصل لك ايه، لازم تعرف ان اكتر ناس بتتجه في السكة دي هما الناس اللي كانوا في الاصل عندهم نقص في مستوى فيتامين دي وبدأوا يمشوا مع المكملات،
وقرروا ما يوقفوش الجرعات، وبياخدوا الجرعات بشكل عالي وأعلى من الطبيعي، فزودوا الجرعات وزودوا في المكملات. عرضوا نفسهم لحاجة اسمها فيتامين دي انتوكسيكيشن. فانت لو زودت في المكملات عمال على بطال، هيحصل لك فيتامين دي انتوكسيكيشن او تسمم فيتامين دي، وده هيترتب عليه او هيحصل لك مضاعفات له، زي ارتفاع في مستوى الكالسيوم في الدم عن الطبيعي، ودي حاجة مش كويسة. كمان هيحصل لك ارتفاع في مستوى الكالسيوم في البول عن الطبيعي، ودي برضو حاجة مش كويسة، ودي هينتج عنها ان هيحصل تكوين للأملاح في البول. وبكده تكون حلقتنا انتهت. ولو انت مش متابعنا على الفيسبوك هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست، ولو مش متابعنا على انستجرام هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست، ولو مش متابعنا على اليوتيوب طبعا هتلاقينا باسم يور ميديكال تيست.